السلام عليكم البنات ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم سرابيت الجفنه، سرابيت كبار للجفنه. بورطاني حاطه الطريقه في لا فيديو اللي فات، حطيتها مي ما هدرتش فيها، كنت مقريبيه وكاع ما هدرتش فيها. كاين بنات بزاف كتبت فيها القياسات، كاين بنات بزاف قالك ما فهمناش، ما ورينا ديريكت، يعني وريهنا كيفاش خيطتيها، وريهنا شافيها قياسات، وريهنا. بون جيت اليوم نوري لكم هاد القياسات، قياسات مضبوطه. نبداو على بركه الله. اولا انا عندي هذا القماش، هذا راه فيه متر طول، وفيه 80 سنتيم عرض. هاكا سربيته كبيره، هذه نغطو بها الجفنه تاع الطعام، ونغطو بها مام الخبز نغطوه بها. نجو هنايا لهذا عادي، يعني فيها متر وفيها منا 80 سنتيم. نجو هنا هكذا لهاد الجوانب هادو، نخيطهم هكذا بالماشينه، خيطوا الجوانب في 4. واللي ما عندهاش ماشينه تقدر تخيطهم باليد كيما وريتكم الخياطه باليد في قناتي، راني حاطه لا فيديو في خياطه باليد. تشديهم هكا وتخيطي باليد 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 حتى اللي تكمليها كاع. وعندي هذا الاخضر دايره فيه متر على متر، متر طول متر عرض، هاي غادي تجي مربع، دايره فيه متر على متر. ومام هو تخيطيه نفس الخياطه كيما هذا هكذا، خيطوا في الجنب هكذا مثني هكا، هاي 1 سنتيم 2 سنتيم هكا، ونمشي الماشينه هنا ونعاود حتى اللي نكمل الجوانب في 4. كي نكملهم في 4 نتحصلوا على سربيته كبيره. هاد السربيته الكبيره رانا نغطو بها الجفنه، نغطو بها الخبز، نغطو بها. هذه هي قياساتها المضبوطه. وتقدري تشري متر قماش تاع سرابيت تقسميها على 2، راهي تخدم لك 2 سرابيت كبار. بغيتي تخدمي بها سرابيت صغار ثاني تخدمي بها سرابيت صغار، اما هذه غادي تجيك 2 سرابيت كبار كيما هكذا. متر قماش من هذا تجيك 2 سرابيت كبار. هذه راه فيها متر على متر، وهذه الاخرى اللي هذه القونه فيها متر على 80 كيما تحبي. ان شاء الله هذا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الناس اللي قالت لك ما فهمناش لا فيديو اللي فات، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ونتمنى ان شاء الله من البنات اللي مازال ما اشتركوش، نتمنى منهم الاشتراك، ومرحبا بكم في اي وقت.